وده بقى ايه طبعا احلى طبق زبادي انا اتربيت عليه. انا عامله ده بدل ما تروحي تجيبي الزبادي بالصلاه على النبي، الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بدل ما تروحي تجيبي علبه الزبادي لدعه، اعملي ده وخلي العيال تاكل. شايفين؟ انا بقى ايه بحب اعمل ده كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك. الله 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 اهو. ده الزبادي بقى الطبيعي. ده لو انت هتعملي جبنه، والله الكميه ديت في 4 كيلو ما شاء الله يعملوا لك 2 كيلو جبنه وزياده. كيلو ب 80 ولا ب 90. انت جبت تمن اللبن والقشطه هديه عليهم، والقشطه هديه عليهم اهو. بس على فكره هو طالع برضو ايه مش دسم قوي يعني. انا جايبه من الست ايه الخير بتاع اللبن مش كتير قوي. لما ناخد بقى معلقه زبادي زي دي الله 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 بالعسل كده على الصبح لعيالنا. ولا الاحلى والاحلى بقى مع لقمه فلاحي. لقمه فلاحي يا جماعه. استنوا ثانيه واحده عشان انا ماسكه بايد الله. لا حول ولا قوه الا بالله اهي. ايوه كده. الله 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 الله. شايفين؟ الف هنا والف شفا على قلبكم. بجد جميله جدا. هتعملي جبنه وتاكلي زبادي وقشطه. لو عايزه تعملي سمنه بقى دي حاجه تانية. بس يا ريت تشوفوا الست اللي بتبيع بضمير، عشان اللبن برضو خيره مش كتير يعني، قشطته مش كتير، لكن بجد تحفه. ده انا عاملاه عشان كده. صباح الهنا.